هل هذا يرضيكم؟ التعب هذا كله راح للشارع، كل الشريعة راحت للشارع بدون فائدة. فأطالب الجميع الإعلاميين من بينهم مصطفى والمومري وأيمن القاسمي بالنظر إلى قضيتي وحلها سريع، لأن أولادي حياتهم في خطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي منى عبد الله علي رابع، ومعي قضية من 5 سنوات. طلع لي حكم بالحضانة ولم ينفذوا أمر المحكمة للآن من 5 سنوات، وأنا ضايعة في الشوارع، لا يوجد لدي أهل، فهربت على أولادي أبحث عنهم فلم يقوموا بتنفيذ الأمر إلى حد الآن، وأنا أتابع بتنفيذ الحكم من 2 سنين وشارعتهم 5 سنين. ويقوم الضرب والشتم علي ويقول لي يا بنت السوق وينهم أهلش؟ قلت له أهلي في صنعاء. حتى رامية كذب، قال لي تعال شيل بنتك مجنونة ولا ندخلها المصحة. قال لهم أبي مع بنتي أحكام، نفذوا لها الحكم سواء كانت مجنونة أو عاقلة، معها 2 أحكام، نفذوا لها الحكم. في الأخير رامي لم يقوم بتنفيذ الحكم، فيقوم يرسل لي عصابة لنجد قسيم في مكان شغلي بنجد قسيم بعيادة الوجيه، أشتغل أصرف على نفسي وأتابع القضية بفلوسي وتعبي وأشتغل على نفسي. في الأخير لم يقوم بتنفيذ الحكم، ويرسل لي العصابة كل مرة من رمضان وقبل رمضان، من رجب وشعبان وفي العيد برمضان. قام بعد العيد مكلف ضربتني بالمحكمة، اعتدت علي، هي من عصابة رامي، يرسلهم حتى للمحكمة. ومن قبل رمضان واحد اسمه فرسان ضربني بالسوق برمضان، واحد اسمه فرسان ضربني بنص رمضان في 25 رمضان أو 23، أهم شيء بهذا التاريخ، من 23 أو 25. قام اعتدى علي وقدمت الشكوى لمدير نجد قسيم سمير السبائي وطلبوا حضوره وهو يهرب، لم يحضر القسم، وشكوتي عندهم بالقسم الآن، ولم يحضر غريمي اللي ضربني. والسوق شهود على ضربه لي، بطحني على الأرض وضربني بالراس، دقني لما خلاص. الآن رأسي يوجعني من ضربة العسكري فرسان، ورامي ضربني من قبله من رجب، ضربني رامي وهذا فرسان في رمضان. وبعدين المكلف الذي اعتدت عليه هو بعد عيد رمضان. قامت ضربتني على رأسي وأنا دافعت عن نفسي، ضربتها بالرأس مثل ما ضربتني، والعسكر لم يفرعوا بيننا داخل المحكمة، خلوها تقتلني ضرب. قالت لي انتي حوثية، ايش دخلها مني؟ يعني هذا كلهم عصابة ضدي، لأن قد معي حكم لازم ينفذوه، يقوموا يرسلوا لي عصابة. يعني طليقي غريمي هو الذي يأخذ رشوة من طليقي، يريدون التخلص مني ويضربوني كل مرة بالرأس، لأنهم يسموني يا مجنونة، يشتوني أفقد الذاكرة. عادنا الآن لم أفقد الذاكرة، لكن أقول حسبي الله ونعم الوكيل في من اعتدى علي وفي من قهرني وجرحني، كلهم وكل من آذاني وكلهم اللي ظلموني، وسيتعاقبوا بظلمهم إن شاء الله، وسينصرني الله عليهم قريب إن شاء الله، والفرج قريب بإذن الله. ولكل ظالم نهاية، وكما تداء. وأنا أقول حسبي الله ونعم الوكيل في من ظلمني. أطالب بتنفيذ الحكم من محكمة تعز، ولم ينفذوا لي أمر المحكمة من 5 سنوات، وأنا أطالب بتنفيذ الحكم وللآن لم ينفذوا، وأولادي حياتهم في خطر، عايشين في القرية بدون أم وأب، مبهذلين عند واحدة تقول هي جدتهم، ما هي جدتهم الحقيقية، فيقولوا الحضانة لها. أنا ماليش حضانة لأنهم يسموني مجنونة ومعي أحكام. كيف يقولوا لي مجنونة وأنا معي أحكام؟ حكمت لي المحكمة ما تحكمش للمجانين. في النهاية يقوموا بالضرب علي والسب والشتم، فالكلام الموجود في الفيديو السابق. فالآن أطالب أناشد جميع الإعلاميين بالجمهورية اليمنية بالوقوف جنبي بحل قضيتي في مدينة تعز، لأن الآن علي بلاغ لم أقدر أنفذ الحكم في تعز، هربت صنعاء الآن لأنهم لم ينفذوا أمر المحكمة وعلي بلاغ. فأناشد جميع الإعلاميين بالجمهورية اليمنية
أن ينفذوا حكم المحكمة وتوصيل قضيتي للرأي العام، يشوفوا كيف الصنعانية منى عبد الله علي رابة تتبهدل في الشوارع وتمشي بمفردها في مدينة تعز، لأن أهلي في صنعاء لا يستطيعون أخذي من تعز وأنا هربت عليهم من 5 سنوات. شوفوا على ملف القضية كامل 3 ملفات، وخسرت فلوس وشغل، اشتغلت على نفسي وتابعت قضيتي للآن لم ينفذوا الأحكام. هل هذا يرضيكم؟ التعب هذا كله راح للشارع، كل الشريعة راحت للشارع بدون فائدة. فأطالب الجميع الإعلاميين من بينهم مصطفى والمومري وأيمن القاسمي بالنظر إلى قضيتي وحلها سريع، لأن أولادي حياتهم في خطر.